ولهذا فقد كان يوم 27 سبتمبر عام 1937 يوما مشهودا عصف بأحلام المستعمر الفرنسي وجسد للجزائريين قلعة ثقافة وعلم. انجذاب الجماهير التلمسانية نحو هذا الحدث كان كبيرا ومعبرا عن تشبثها بالمستقبل. أما الشخصيات العلمية فقد جاءت من كل حدب وصوب، سواء من داخل البلاد أو من الدول الشقيقة المجاورة. حضور العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس ليوم التدشين كان إبرازا لهذا الحدث في وقت عانت فيه الثقافة العربية في بلادنا من قوانين فرنسية قاهرة. هذه الصور الملتقطة الفريدة من نوعها تعكس بإخلاص حماس وفرحة الجماهير التلمسانية. الموكب وعلى رأسه الشيخ عبد الحميد ابن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي انطلق من محطة القطار مارا بانتظام وتكامل عبر كل المدينة قبل أن يصل إلى دار الحديث. عند مدخل المدرسة يسلم الشيخ البشير الإبراهيمي المفاتيح إلى الشيخ عبد الحميد ابن باديس قائلا: لو علمت في القطر الجزائري بل في العالم الإسلامي رجلا له يد على العلم مثل يدكم وفضل على الناشئة مثل فضلكم لآثرته دونكم بفتح هذه المدرسة، ولكني لم أجد، فباسم تلمسان وباسم الجمعية الدينية بالخصوص أناولكم المفتاح، فلهذه المدرسة أن تتشرف بذلك. الشيخ عبد الحميد ابن باديس يتسلم المفاتيح مجيبا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم على اسم الإسلام والعروبة والعلم والفضيلة أفتح دار الحديث. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل المدرسة ومن ورائه الناس، ولما أطل من شرفة دار الحديث خاطب أهالي تلمسان قائلا: يا أبناء تلمسان، يا أبناء الجزائر، إن العروبة من عهد بعيد إلى اليوم تحييكم، وإن الإسلام من يوم محمد صلى الله عليه وسلم يحييكم، وإن أجيال الجزائر من هذا اليوم إلى يوم القيامة تشكركم وتذكر صنيعكم الجميل. يا أبناء تلمسان، كانت عندكم أمانة من تاريخنا المجيد فأديتموها، فنعم الأمناء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاحتفال تواصل بعدها داخل المدرسة إلى وقت متأخر من الليل، فقد تعاقبت الأشعار والخطب على المنصة لشخصيات راسخة في الأدب والثقافة. نذكر منهم الشيخ العربي تبسي، مبارك الميلي، محمد العيد آل خليفة، محمد خير الدين الفضيل الورتلاني، وإبراهيم الكتاني. أحد شهود هذا الحدث يتذكر: